أغلبنا ما بيحبش يتعب في حاجة، وبيكون عايز كل حاجة تجيله على الجاهز. والحقيقة إن ده بيكون سبب تعاسة ناس كتير. أهلا بيكم ووحشتوني جدا. النهاردة جاية أتكلم معاكم شوية على موضوع أغلبنا بيقع فيه، وهو إنه أغلبنا قاعد محلك سر ومش حابب يبذل مجهود عشان خاطر نفسه، ولا حتى حابب يغير وضعه. يعني مثلا نلاقي حد في علاقة عاملاله مشكلة ومش عايز يتخلى عنها، أو شغال في وظيفة مش حاببها ومش عايز يساعد نفسه ويتطور شوية عشان يسيب الشغل ده ويشتغل في المكان والمجال اللي بيحبه. وكل ده تحت مسمى إنه خايف يخرج من منطقة راحته ويقول الجملة المعتادة اللي كلنا عارفينها: بكرة هبقى أغير ده، بكرة هبقى أشوف. ويعدي بكرة وبعده وهو لسه محله سر. عشان كده لازم كل واحد فينا يكون شجاع بدرجة كافية إنه يسعى يغير وضعه اللي مش عاجبه، ولكن ده مش بشكل عشوائي. لازم يرتب أفكاره ويحط خططه المدروسة والمناسبة اللي تساعده يوصل للي هو عايزه. وحابة أنبهكم إن برغم إن السعي والتطور مطلوبين، إلا إنه لازم يكون بضوابط وبتفكير كويس جدا قبل ما تنتقلوا لخطوة تانية، ومن غير تهور أو اندفاع يخسركم كل حاجة. وآخر حاجة حابة أختم معاكم بيها كلامي النهاردة، إن الحياة طبيعي مش هتجيب لك كل حاجة لحد عندك، وعشان توصل للمكان اللي انت عايزه لازم طريقك كله يكون مطبات وحواجز، وانت بشطارتك تحاول أكتر من مرة عشان تتخطى كل ده. وبس، ما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تكونوا أول ناس تشوفوا الجديد. وأشوفكم المرة الجاية.